في الوقت اللي نادي الزمالك بيتوقف قيده وعليه 6 قضايا، نادي الاهلي بيجيب لاعب محترف كسب كاس العالم. نادي الاهلي خلاص هيجيب محترفين عالميين. مش قلتلك صفقات النادي الاهلي في شهر واحد اللي جاي هتكسر الدنيا؟ لازم اقولك مين اللاعب ده ومركزه ايه، بس الاهم هقولك توقعاتي وايه اللي هيحصل في اول ماتشين في كاس السوبر النهارده، وكمان هقولك العقوبات اللي هتحصل على النادي الاهلي في حاله اللي هو ما كسبش كاس السوبر. وقبل ما اقول لك كل الكلام دوت، عايزك تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في غزه والسودان وتعمل فولو ولايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا. اول نقطة هتكلم عليها في السريع جدا، مش عايزين ناخد من وقتنا كتير. نادي الزمالك اتوقف قيده ل3 فترات. هتقول لي ليه الكلام ده؟ هقولك عشان المدرب جوميز. لا، دي مش قضية جوميز، دي قضية المساعدين ال3 بتوعه. ده لسه قضية جوميز وقضية لاعب اسمه مشلاك ولاعب تاني، يعني بتتكلم في حدود 5-6 قضايا. يعني الدنيا دي هتقفل مع الزمالك بقفل القيد 4 أو 5 فترات، فربنا يكون في عونكم الفترة الجاية، ومحدش يتريق على اخواتنا من جمهور الزمالك. دي ناس تعبانة مع ادارة النادي دوت، ربنا يقويكم ويصبركم. قبل ما اقول لك توقعاتي في كاس السوبر، عايز اقول لك ان النادي الاهلي زي ما قلت لك هيعمل صفقات نار شهر واحد. هيجيب 5 لاعبين. هتقول لي 5 ليه؟ اقول لك هيجيب 5 عشان في المقابل هيمشي من 4 ل5 لاعبين شهر واحد اللي جاي، يا اما في نهاية الموسم. يعني انت بتتكلم في خلال ال6 شهور الجايين في 5 هيجوا جداد و5 هيطلعوا بره النادي. وقلت لك في الفيديو دوت مين اللي هيمشوا من النادي الاهلي الفترة الجاية. طب ال5 اللي هيجوا مين؟ انا كنت قلت لك اللي اولهم راس حربة وباك شمال وقلب دفاع، وفعلا الكلام ده بيحصل. النادي الاهلي بيتعاقد مع النجم العالمي اللي كسب كاس العالم للشباب مع منتخب المغرب، الباك الشمال المغربي فؤاد الزهواني. يا رب اكون بقول اسمه صح. لاعب ده يا جماعة عالمي، ساعد المغرب بطريقة كبيرة جدا وكان ليه دور مؤثر في اللي هم يكسبوا كاس العالم للشباب. لاعب مميز فعلا، هتبقى اضافة جميلة جدا للنادي الاهلي، وهيعوض مكان علي معلول اللي غايب من ساعة ما علي معلول ما اتصاب. اللاعب ده فرصة وجوهرة، اتمنى النادي الاهلي يخلص الصفقة دي في اسرع وقت. هتقولي طب اللاعب ده اللي هيجيبه الاهلي مع انه جات له عروض كتير؟ هقول لك يا جماعة ما نقللش من قيمة النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي رقم 1 في افريقيا، نادي كل الاندية الكبيرة عارفاه. الراجل ده ممكن يكون في دماغه انا جاي العب سنة سنتين في النادي الاهلي، المع نفسي بما اني لسه شباب وصغير، واروح بقى احترف في نادي كبير. وبوابة النادي الاهلي للاحتراف معروفة، بوابة كبيرة جدا. ان شاء الله اللاعب ده هيبدع وهيملى مكانه. يعني كده هيكون فاضل عندنا ان شاء الله 2 راس حربة وواحد قلب دفاع ومركز تاني انا معرفوش لغاية دلوقتي. كل ده هيبان شهر واحد اللي جاي. بداية موفقة من كابتن سيد عبد الحفيظ. ندخل على النقطة اللي بعد كده، توقعاتي لكاس السوبر المصري اللي هيتلعب النهارده ان شاء الله في الامارات. اول ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا. قبل ما اكلمك عايز ارتب لك الفرق من حيث المستوى والاستقرار. طبعا في المركز الاول نادي بيراميدز، في المركز الثاني سيراميكا كليوباترا، في المركز الثالث نادي الاهلي، بعد كده نادي الزمالك. يعني اذا المنافسين اللي داخلين على الورق اقوى هم بيراميدز وسيراميكا كليوباترا. يعني التوقعات المنطقيه والطبيعيه لاي انسان آلي هيقول لك النهائي بين سيراميكا كليوباترا وبيراميدز. بس كرة القدم ما تعرفش الكلام ده، بيبقى فيها حبة حبشتكنات. طب خلينا في اول ماتش. سيراميكا كليوباترا بتتميز اللي هي فريق بيلعب كرة مظبوطة منظمة، في نفس الوقت كرة شبه دفاعية، تتميز باللعب الهجمات المرتدة والكرات الثابتة. هم شاطرين جدا في الهجمات المرتدة والكرات الثابتة. والمشكلة ان النادي الاهلي اغلبية الاجوان اللي بتدخل فيه الفترة اللي فاتت بسبب الهجمات المرتدة والكرات الثابتة. يعني فرص سيراميكا كليوباترا قوية جدا بالفوز على النادي الاهلي. كمان معاهم مدرب عالمي علي ماهر عامل معاهم اداء عالمي، وفي نفس الوقت الحارس بتاعهم بسام بيجي قدام الاهلي بيبقى كورتوا، بيبقى الاخطبوط، مش بيخلي اي كرة تخش فيه. طيب يا عم مكي توقعاتك ايه؟ قبل ما اقول لك توقعاتي هقول لك نقطة معينة. النادي الاهلي والمدرب لو ظبط الخطة الدفاعية واللعيبة حست على دمها شوية وقرروا يلعبوا برجولة الماتش ده،
لازم النادي الاهلي يكسب عشان فرق الخبره. زي ما رتبت لك ارتب لك بفرق الخبره، اكيد نادي الاهلي، نادي الزمالك، سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في نفس المستوى. طيب يعني انت بتتوقع ايه في الماتش ده؟ اتوقع فوز النادي الاهلي 2-1 على سيراميكا كليوباترا. الا في حاله، انا كده بتفائل جدا، في حاله اللي النادي الاهلي عك الدنيا ممكن يدخلوا ضربات جزاء، النادي الاهلي يكسب بضربات الجزاء. ندخل على الماتش اللي بعد كده، نادي الزمالك مع نادي بيراميدز. الماتش قوي جدا ومميز جدا، وانا عن نفسي هتفرج عليه واتابعه وهستمتع بيه جدا، ويا رب يقدموا كرة كويسة. طيب تتوقع مين اللي يكسب؟ قبل ما اقول لك تتوقع مين اللي يكسب، نادي بيراميدز الفترة دي يا جماعة بيطلع نار من بقه، حرفيا عالمي. بس سبحان الله نادي الزمالك كعبه عليه. طب ايه يا معلم، هتقول لي نادي الزمالك اللي هيكسب والنهائي هيبقى الاهلي والزمالك؟ هقول لك لا، بصراحة المرة دي همشي مع المنطق شوية، وهمشي مع الكلام اللي مكتوب على الورق، لان نادي بيراميدز نادي تقيل. انا بالنسبة لي نادي بيراميدز هيكسب نادي الزمالك 3-1، هيبقى ماتش قوي ونادي بيراميدز يكسب. طب لو دخلوا ضربات جزاء هقول لك الزمالك كعبه عالي هيكسب نادي بيراميدز. بس انا اتوقع النهائي هيبقى ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز. طب مين اللي يكسب في النهائي؟ طب خلينا نشوف، يمكن انا توقعاتي تطلع غلط والاتنين دول ما يوصلوش اصلا لا قدر الله في النهائي. بس انا كاهلاوي اتمنى اقابل نادي الزمالك في النهائي عن نادي بيراميدز. انا هدفي الاول والاخير اكسب البطوله، تمام. بس النقطه في ايه؟ النقطه اللي نادي بيراميدز عالي الفتره دي، محترف الفتره دي، تقيل الفتره دي. فعلشان كده انا مش هقول لك خايف اواجهه، مش عايز اواجهه، انا عايز اكسب البطوله، لان لو كسبت البطوله دي هتنقلك. طب ده يخلينا نسال، طب لو خسرت يحصل ايه؟ عجبني السؤال. لو خسرنا البطوله دي في عقوبات صعبه جدا على لعيبه النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ داخل بمطرقه، خلاص قشر عن انيابه، وبلغ اللاعبين بعد الوصول ان في حاله عدم الفوز بالبطوله دي العقوبه هتبقى كالاتي: خصم من مستحقات وعقود اللعيبه بنسبه ما بين 5 ل 10%. هتقول لي ايه يا عم الرقم ده؟ الرقم ده كبير، انت متخيله قليل بس الرقم ده كبير. لما تخصم من العقد الرسمي للاعب الرقم ده هيبقى مبلغ كبير طبعا، ده غير وقف المستحقات لغايه ما يبقى فيه تحسن في الاداء. العقوبه هتبقى تقيله عشان اللعيبه تحس، لان اللعيبه بصراحه يا جماعه كلمه حق، مش فارق بقى معاها اداره ولا جمهور ولا سوشيال ميديا. كل ماتش يعني من كاس العالم كل مره يكسفونا اكتر من اللي قبليها، فما نصفناش غير في ماتش الزمالك عشان نقول كلمه حق. فعلشان كده العقوبه هتبقى شديده في حاله عدم الفوز بالبطوله. طب الزمالك لو كسب ايه اللي ممكن يحصل معاه؟ الزمالك لو كسب البطوله ديت هيكملوا بالمدرب الموجود، لان ساعتها المدرب يبقى عمل انجاز، حرفيا عمل انجاز. وانا يعني حاسس المدرب ده ناوي يعمل حاجه، ربنا يستر وما تجيش على حساب النادي الاهلي. انا عايزك انت تكتب لي في الكومنتات توقعاتك لنتيجه الماتش ده، سواء ماتش سيراميكا كليوباترا والاهلي او سواء ماتش بيراميدز والزمالك، وقول لي مين اللي هيوصل النهائي. ولو عجبتك الحلقه وعايز تشوف الحلقات اللي جايه يبقى لازم تعمل فولو ولايك وسبسكرايب وتدعمنا، عشان احنا محتاجين الدعم دوت قوي. وبس كده.